باش نديروا عمليه الطبع ونشوف على مستوى التوسع. شكرا لكم. شكرا شبابنا باش تكونوا علامات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي عمليه تتواصل، لان الجمهور اللي ما وصلناش على مستوى العشر بلدياتنا اللي نزوروها يشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بقاوش في فيسبوك، انستغرام، تيك توك، كل الانظمه عاد خليت على اتصالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد طيلة الموسم الدراسي أقبلت علينا مؤسسة البدر وفرحة الأطفال وفرحة الحي، حي كوديا، وإن شاء الله تكمل في هذا المنبر. بمناسبة اليوم عيد ميلادي، يكشف البارح بصح اليوم لو 11، وشكرا على هذا المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كسكان الحي نرحبوا بكم انتم اولا كصحفيين، نرحبوا بجمعيه البدر الولائيه ونشكروها على هذا النشاط وعلى هذه القافله الكبيره والنشاط اللي تقوم به. نشكروهم اللي دخلونا الفرحه لنا كاولياء، كيف فرحوا لنا اولادنا في هذه العطله بعد عام دراسي شاق. نشاهدوا هذا التظاهره الثقافيه والاغاني والانشطه اللي قامت بها الجمعيه بالامس واليوم. نتمنى هذا التظاهرات تعم كل احياء القطر الجزائري باش نخرجوا اولادنا من هذا الريتم نتاع العام الدراسي، نخرجوهم من الريتم نتاع وسائل الاتصال دائما البورتاب، باش يعيشوا هذه التظاهرات. فرحوهم. نشكركم في الحي هنايا عندنا كمواطنين. بارك الله في هذه الجمعيه، جمعيه البدر الولائيه. نتمنى لها النشاط ونتمنى لها الدعم من المسؤولين الولايه باش دائما يقوموا بهذه النشاطات لادخال السرور والفرحه للاطفال. نباركوا لهم هذا النشاط نتاعهم وبارك الله فيكم والسلام. السيد زكريا سعدي رئيس الجمعيه الولائيه البدر تحت الرعايه الساميه للسيد والي ولايه تلمسان. تطلق الجمعيه الولائيه البدر بالتنسيق مع مدير الشباب والرياضه الطبعه الثالثه لدار الشباب المتنقله، تظاهره تهدف الى تقريب النشاطات الثقافيه والترفيهيه الى الشباب والطفوله عبر بلديه الولايات. امتدت هذه التظاهره من 12 الى 26 جويليه من خلال فضاءات من الحيويه، من الابداع، من الانتماء. تبعت طاقة الشباب وتشجع اكتشاف المواهب، اكتشاف الطاقات وتوجيهها وتأطيرها، وكذلك تقريب الفعل الثقافي الترفيهي إلى جميع أنحاء الولاية أينما كان.